ايه بقى يا رانيا؟ مش هتورينا العريس الجديد ولا خايفه نحسدك يا بنت؟ ايوه بقى هنشوفه امتى صحيح؟ ما تكسفونيش بقى يا بنات. وبعدين هو اتصل بيا وقال انه هيعدي علينا كمان شويه. طب ما تورينا كده صورته على الفيسبوك تصويره لحد ما يجي. ليه؟ ما هو جايب نفسه، ابقي افحصيه براحتك لما يجي. والنبي يا رانيا بس وريه لنا بسرعه بس قبل ما يجي. والنبي. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. هو ده؟ ايوه هو ده مز المزازه جدا يا جماعه. بصراحه لك حق تخبيه عننا. معلش بقى، الحاجات دي اصلها بتتحسد بعيد عنكم يعني، انتوا عارفين. وبعدين انا يعني ما بحبش اتكلم عنه كتير. هشام ايه يا بيبي المفاجآت الحلوه دي؟ معقول كده؟ سربرايز حبيبي يا هشام، وحشتني جدا يا بيبي. ياسمين ومنى صحابي الانسيم. اهلا. هاي هشام. هاي منا. هاي ياسمين، مش بسلم على ولود. بقول لك ايه، ده هشام بجد ولا بتشتغلينا؟ ايوه يا بنتي، ما انا لسه مورياكوا صورته على الايباد. يا بنتي هو ده اللي في الصوره؟ ده مش في الصوره. ايه ده مش ده اللي على اليمين؟ لا لا لا، ده اللي على الشمال، اللي على اليمين ده السواق بتاعه. رانيا حكيت لي كتير عليكم. الحقيقه بس ما حكيتلناش عنكم خالص. صحيح، ما تحكوا لنا كده يعني اتقابلتوا ازاي؟ احكي انا ولا تحكي انت يا بيبي؟ لا احكي انت يا حبيبي عشان تكمل الموزه، واقول لك كل انت الموزه براحتك، انا هحكي لهم. اوكي. بصوا يا بنات، فاكرين رحله السفاري اللي طلعتها في كينيا من شهرين؟ انا بقى قابلته هناك. انا قلت كده برضه، شافته في الغابه عجبها فرجعت بيه. لا يا جماعه، هشام كان الطيار بتاع الرحله دي. طيار؟ ايوه طيار. اول مره شفته اتخضيت جدا، انتوا مش متخيلين. طبيعي. اصلي كنت بقول لاختي شايفه الموز اللي هناك ده، شايفه الولد ده امور ازاي وشيك ازاي، مش مديه اخوانا بقى انه فهمنا. ما كنتش فاكراه زينا يا جماعه، بس طلع مصري وبيتكلم عربي زينا بالظبط. ناس كتير بتتلخبط، بتفتكرني اجنبي عشان بتكلم لغات وعشان ملامحي وشكلي ووسامتي. طب هو انت ازاي شكلك كده اصلا؟ ياسمين تقصد يعني ان فعلا ملامحك مختلفه شويه عننا؟ يا جماعه هو مامته فرنسويه وباباه مصري، بس طول عمره عايش هنا في مصر، عشان كده بيتكلم عربي لبلب. بس مش بتكلم عربي بس على فكرة، أنا بتكلم عربي، إيطاليانو، إسبانيول، فرنسي. واو، انا بحب اللغات جدا بس كرهتها. ايه ده؟ مال الراجل ده؟ الحمد لله. انتوا انقذتوا حياتي. ما تأفورش. خد الساعة الرولكس الذهب دي أقل حاجة أقدر أقدمها لك. اتفضل. رولكس، أنا عندي 24 ساعة. 25 يا هشام. 25 ساعة، أنا أصلاً شريك في مصنع رولكس. هات الساعة اقعد. مش ممكن يا بيبي، انا مش متخيله. امتى عرفت تعمل وتتعلم الاسعافات الاوليه الجامده قوي دي؟ ده كان جزء من تدريبي في شغل المناجم. عشان كده. مناجم ايه؟ هو انت مش قلتي طيار يا بنتي؟ ايه ده، طيار ولا ايه؟ ايه هفهمك. هشام بيشتغل شغلانه الطيار دي عشان مزاجه، لكن بزنس العيله اصلا في المناجم. يعني مش مناجم يعني، هما كان منجم ألماظ على ذهب على ياقوت على فضة على 6 أبيار بترول على حقل غاز طبيعي كده. ومصنع الشامبو يا بيبي نسيته. ومصنع الشامبو. شايفه الشامبو حلو ازاي؟ تحفه. بعد إذنكم أنا لازم أروح التواليت. اتفضل يا حبيبي. فظيع، بموت فيه. شفت حلو؟ هو حضرتك بتدور على الحمام؟ لا خلاص لقيته. خدي هنا. يعني هو لطيف بس مش وسيم. يعني هو مش عارفه اقول لك ايه. بصي هو شكله كده غني موت، بس يعني في مشكله صغيره. انتوا لاحظتوا؟ يعني انت خدتي بالك؟ طبعا خدت بالي. انا فعلا مش عارفه ازاي هتعايش مع المشكله دي بعدين. ما هو مش طبيعي برضه اتجوز واحد كل ما ادخل بيه في حته البنات عينيهم ما تترفعش من عليه. نعم،